بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء شكرا جزيلا للأخ العزيز السيد رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح على هذه الدعوة، ولكل القائمين على هذا الملتقى أن أكون بينكم في هذا الصرح العلمي والمعرفي الكبير، وفرصة مهمة أن نجتمع بهذا العدد من مسؤولين وقادة وباحثين وأساتذة، وهو دليل بالتأكيد على حرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية في العراق اليوم. السيدات والسادة، نحن اليوم أمام ما يقارب عن 5 أشهر من عمر هذه الحكومة التي جاءت بعد اتفاق سياسي وتبنت منهاج وزاري وأعدت برنامج حكومي تعهدنا خلاله على تقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك ونهضوي لهذا البلد، مما يعمم الرخاء والسعة لشعبنا في كل أصقاع البلاد. في هذا العمر القصير في عهود الحكومات تمكنا من تحقيق نسب كبيرة من البرنامج الوزاري، ومنذ يومين ولله الحمد تم إقرار مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، والتي ستترجم عملياً أهداف البرنامج الحكومي. ولأول مرة نجحنا وبخطوة علمية أن تكون الموازنة ل3 سنوات لنضمن الاستقرار المالي، مما يؤدي إلى استمرار تقديم الخدمات وتواصل تنفيذ المشاريع الكبرى بانسيابية وسهولة، بعيداً عن التأخير والأزمات السياسية. رغم أن طموحاتنا كبيرة في تحقيق المزيد من المشاريع الاستراتيجية لبناء بلدنا، ولكننا ننظر إلى هذه الموازنة بأنها واقعية تعالج المشاكل المتراكمة لما تحتويه في تفاصيلها من برامج مهمة منبثقة عن المنهاج الوزاري. لقد جاء الاتفاق على مشروع قانون الموازنة وسياساتها ليمثل خطوة جريئة تتفادى الإخفاقات السابقة وتعبر عن الثقة والوضوح في الرؤية المرسومة لأهدافنا المعلنة، وفي مقدمتها خدمة المواطن. الموازنة مفتاح مهم من بين المفاتيح التي تفتح أبواب الحل، وقد سبق وأن قدمنا حلولاً تستقر نقاط الحاجة والضرورات القصوى لشعبنا، التي إن لم نتصدى لها فلن تنفع كل الحلول المؤقتة الأخرى. وأعني هنا أولويات معالجة البطالة ومكافحة الفقر ومكافحة الفساد والشروع بالإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى تقديم الخدمات اللائقة والدائمة للمواطنين وفي كل مكان. وانطلاقاً من هذه الخطوات سيتحقق الاستقرار المالي والسياسي، وهو ما سيعبد الطريق أمام الاستثمار الأمثل والأفضل لثروة بلدنا الأولى، وإكمال تشريع قانون النفط والغاز والتفاهم مع حكومة إقليم كردستان العراق بهذا الصدد، لنغادر مصطلح المشاكل العالقة لتصبح نزراً من الماضي، ونستبدلها بعبارات مثل المشاريع المستدامة، الفرص الاقتصادية المشتركة، المصلحة الوطنية العليا من أجل رفاه حقيقي ومستدام،
وعادل لكل أبناء الشعب العراقي في كل قرية وكل قضاء ومدينة. السيدات والسادة، نحن بصدد مناسبة ذكراها حزينة على شعبنا، الذكرى المؤلمة لجريمة نكراء ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد شعبنا الكردي المغدور في مدينة حلبجة. وصوتنا في مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع تحويل هذه المدينة المضحية إلى محافظة بحد ذاتها، وهذه أقل ما يمكن أن نقدمه مقابل تضحياتهم الجسام. يوم أمس كانت لقاءاتنا في أربيل مثمرة، حيث التقيت مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكونات، وتحاورنا بلا قيود، لأننا قولاً وفعلاً أبناء وطن واحد ومصير واحد. ولا يفوتني الثناء على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكردستانية وحثها على توحيد الصف، ونحن داعمون لهذه الجهود، فالتفرق هو ضعف للإقليم، ونحن نؤمن بوضوح أن قوة الإقليم هي قوة وعزم لباقي أنحاء العراق، وإذا كان العراق كله قوي فالجزء المتمثل بإقليم كردستان العراق سيبقى قوياً عزيزاً أيضاً. العراق كل واحد غير قابل للتقسيم أو التجزئة، وقوة الدولة العراقية واستقرارها تنبع من الدستور ومن وحدة المكونات. أما النعرات المشوهة لوحدة العراق والتي ترى أن قوة جزء من أجزائه لن تتحقق إلا بإضعاف الحكومة الاتحادية أو بإضعاف المكونات الأخرى في البلاد، فهذا النهج كان مدخلاً للتنظيمات الإرهابية، وتحديداً تنظيم داعش الإرهابي، للانقضاض على قلب الدولة، مهدداً جميع المكونات من دون استثناء. الحضور الكريم، إننا نتطلع إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة تجمعنا بالشعوب الشقيقة والصديقة، ونتبادل الحرص على الأمن معهم، وبالتعاون الاقتصادي الفعال والمثمر الذي تلمسه الشعوب قبل الحكومات يمكن فقط التأسيس لأمن مستدام ورفاه يمتد على بساط الصداقة. لن نقبل أبداً أن تكون أرض العراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار، هذا هو دستورنا وما نص عليه، وهو يلزمنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين ومراعاة حسن الجوار والتعامل بالمثل والتمسك بالالتزامات، مثلما لا نقبل بأن تمس كرامة أرضنا وسيادتنا انطلاقاً من الجوار أو من غير الجوار. ولهذا فقد أولت حكومتنا مبكراً أهمية خاصة لتدعيم قوات حرس الحدود، وزادت من جهود ضبطها ومنع التسلل والقضاء على أي قوة تسعى لزعزعة الاستقرار سواء في إقليم كردستان أو في أي مكان آخر من أرض العراق. كما أن العراق لن يكون ممراً للاعتداء على الجوار، وعلى الجميع أن يحترموا سيادتنا كما نحن نحترم سيادتهم ونصون حدودهم. إن تاريخ العراق وموقعه الجغرافي وإمكانياته وقدراته الاقتصادية وما يمتلكه من موارد بشرية وما يتصف به شعبنا من سمات كلها مجتمعة تؤهله للعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم كي يصبح مرتكزاً إقليمياً. فالحضارة الإنسانية وضعت أسسها الأولى هنا، ومنحت العراق بذلك زخماً تاريخياً يجعله على دراية تامة بأهمية العلاقات بين الشعوب والأمم وفقاً لمعايير المصالح والتعاون بعيداً عن العداء والتطاحن.
ونحن نعمل الآن على استثمار جميع تلك المكونات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية للحفاظ على سلامة ووحدة أراضينا وخدمة شعبنا وتقوية روابطنا وشراكاتنا الإقليمية والدولية. السيدات والسادة المحترمون، إن هذا الأسبوع كان حافلاً بالنجاحات وبتسليط الضوء على قضية إنسانية تربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي عبر عقدنا مؤتمر المناخ في البصرة، لنتعرف عن كثب على خطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على بلادنا. وتعمل حكومتنا على العديد من الخطوات العملية لمعالجة الآثار السلبية على المجتمع والدولة. لقد سعينا ضمن برنامجنا الحكومي لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات، منها إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة ومشاريع مكافحة التصحر وتقنيات الري المقننة للمياه ومعالجات المياه الثقيلة. ووقعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص الخامسة للاستثمار الغاز المصاحب ووقف حرقه لخفض الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة. وسنمضي في تطوير المشاريع التي تحول الغاز المصاحب إلى مصدر مهم للطاقة الكهربائية. ولم نتوقف عند حصر المشكلة وتحديدها، بل أطلقنا مبادرة كبرى للتشجير تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأول مرة في العراق. وأخيراً، يجب ألا ننسى أن العراق قد حارب نيابة عن العالم أجمع الجماعات التكفيرية الأكثر شراسة في التاريخ، ولولا هذا البلد العظيم والغني بأهله وصلابته وإصراره على محاربة جماعات الإرهاب لعاثت في الأرض شراً وفساداً، ولاستمرت بأعمالها ومخططاتها الإجرامية في باقي بقاع المعمورة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. عراقنا يرى أن العالم يمكنه أن يتعلم الدروس الكثيرة والغزيرة من معركة الشعب العراقي بمختلف أعراقه وأديانه في حربه ضد الإرهاب، وأن يتعلم الدرس الأسمى المتمثل بالوحدة والتعاون والجدية والإصرار، وأنها ستكون المصد الأقوى في وجه الإرهاب. سيبقى العراق قوياً بتماسك كل مكوناته وشعبه، فالعراق هو بلد المكونات والتعدديات والثقافات والديانات المختلفة تجتمع تحت ظل بيتنا الكبير العراق الذي ليس لنا غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.